سأذكر مثالا يتعلق بمشايخ السلفية. كيف مشايخ السلفية يربون أتباعهم؟ يربونهم على إلغاء العقل. كيف ذلك؟ المشايخ يلقون دروسا، الطالب إما أنه لا يستشكل وإما أنه يستشكل. الذي لا يستشكل يستورد ويصدر، ما عنده أي إشكالات، يأخذ من المشايخ ثم إذا بلغ مرحلة التدريس ينقل لهم. ينبغي للمعلم أن يوصي طلابه بالاستشكال، حاولوا أن تفهموا. أحيانا الكلام لا يكون واضحا، أحيانا هذا الكلام في ظاهره تعارض، هكذا تنمون عقولكم. هذا ليس عند السلفيين، يبقى هكذا بلا عقل. المستشكل يريد أن يفهم، عنده عقل، كيف يتصرفون معه؟ غالبا يأتون بجواب غير مقنع مع نوع من التخدير، يعني يقولون له مثلا اطمئن نحن على حق. الطالب لم يقتنع تماما ولكنه يحسن الظن بالمشايخ، بهذه الطريقة يلغي عقله. الثاني لم يقتنع، يكرر السؤال. مثل هذا ماذا سيكون حاله؟ إما أن ينصرف وإما أن يصرفوه، هم أنفسهم سيبعدوه، سيعتبرون هذه علامات تمرد وسيؤثر على غيره. سيتلخص بذلك أن الأتباع بلا عقول، إما بلا عقول ابتداء أو لهم عقول ألغيت عقولهم. لا أقصد مجانين، لكن لا يفكرون. حينما يأتي طالب علم يريد يحاور الأتباع سيجد أنهم لا يحاورون بالحجة، يتعصبون جدا في حوارهم من باب الدفاع عما نشأوا عليه. ومن علامات إلغاء العقول لما شيخ يختلف مع شيخهم في مسألة علمية، تجد الأتباع يدافعون عن شيخهم بقوة وكأنه معصوم، ويهاجمون ذاك الشيخ ويصفونه بصفات لا تجتمع في شخص واحد. يقولون صاحب هوى، يقولون عميل، سيأتون بصفات كثيرة، ويتوهمون أن هذا الوصف مبني على الحجة. ثم إذا هذا الشيخ اجتمع مع هذا الشيخ وتبين أن هناك سوء فهم فقط، ماذا سيفعل الأتباع؟ هل سيستمرون على موقفهم المعادي؟ لا. لماذا؟ إن كان الموقف مبنيا على الحجة فسيستمرون، ولكن الموقف ليس مبنيا على الحجة. هذه نتيجة إلغاء العقول. ينبغي أن يكون عندنا حسن ظن ببعض، وأن نقدر بعض عند الاختلاف. وينبغي للمشايخ عندما يظهر أي علامات على وجود اختلاف وتفرق أن يتدخلوا لحسم الخلاف. أما أن يترك الخلاف ينمو هكذا ثم يأتي الأتباع من كل طائفة ويتحاربون فيما بينهم، فهذا ليس من الحكمة في شيء.